السلام عليكم. اليوم حضرت لكم كيكة شوكولا فاخرة طرية تذوب في الفم ومشربة بطريقة رهيبة. من أول نظرة تشهي، من أول لقمة راح تولي لك إدمان. إذا كنتوا تحبوا الحلويات الراقية والبسيطة في نفس الوقت خلوكم معايا للآخر. وقبل ما نبدأ في الوصفة ما تنسوش تعموني بلايك وسبسكرايب. نبداو أولا بالجينواز. في وعاء نظيف 3 حبات بيض، نص كاس سكر وفانيليا. نخفق مليح حتى يولي الخليط فاتح وكريمي، هذا السر الخفة تاع الكيكه. بعدها نزيد نص كاس زيت تدريجيا مع الخلط، ومن بعد نص كاس حليب من نفس الطريقه. ثم نضيف المكونات الجافه: كاس فرينه مغربله، 2 ملاعق كبار كاكاو، و15 غرام خميره كيميائيه. نخلط بلطف باش نحافظوا على القوام الخفيف. ونفرغ الخليط في مول مدهون ومرشوش بالفارينة. ندخلوه للفرن على 180 درجة حتى يطيب، وخلوا عينيكم عليه، كل فرن وطبيعته. وها هي الكيكة بعد ما خرجناها من الفرن. شوفوا النتيجة طالعة، لونها يشهي وخفيفة ما شاء الله. نمروا للسيروب اللي يعطيه هذاك الترطيب الخيالي. في كاسرونة نضيف 2 كؤوس ماء، كاس سكر وقطرات ليمون. نحطو على نار متوسطة ونحركو حتى يذوب السكر. نخلوه يغلي حوالي 5 دقائق ونطفي عليه. مهم بزاف، يا اما السيرو يكون بارد والكيكه سخونه، يا اما العكس. ومن بعد نشربوا الكيكه مليح باستعمال فرشاة باش تجي مشربه وبنينه. نجيبوا الان المسه الفخمه، نضيفوا طبقه كراميل اللي حضرتها من قبل من المنزل، ونحطوا شرائح الموز. صدقوني هالمزيج شوكولا كراميل موز طعم خيالي. وهنا نروحو نحضروا كريمه الشوكولاته. في كاسرونه نضيف 2 كؤوس حليب، 2 ملاعق كبار مايزينا، 2 ملاعق كبار كاكاو، و2 ملاعق كبار سكر. نخلط كلش بارد في بارد، ومن بعد نحطوه على نار متوسطه ونبقاو نحرك فيه حتى يثقل القوام. بعد ما يثقل القوام نضيف عليه 50 غرام شوكولاتة الحليب. نخلطه وهي سخونة حتى تذوب وتعطينا كريمة لامعة وناعمة. نفرقها فوق الكيكة ونوزعها بطريقة جميلة. بالنسبة للتزيين يرجع لذوقكم، تقدروا تديروا فراولة، تقدروا تديروا اي شيء تحبوه من الفوق. انا درت خطوط رفيعة بشوكولاتة ستالي ولوز مرحي على الجوانب وزهرة باللوز في الوسط. شكل بسيط لكن يعطي شكل راقي بزاف. وهذا هو الشكل النهائي. كيكة فاخرة بكل معنى الكلمة، طرية مشربة وطعمها متوازن بشكل يهبل. وجيتكم دوك نقطعها باش تشوفوا النتيجة من الداخل. شوفوا الطبقات كيفاش جاو واضحين، جينواز مشربة، طبقة كراميل والموز، وكريمة شوكولا فوق. القوام خفيف ويذوب في الفم، ومنظرها من الداخل يشهي أكثر من الخارج. أكيد اللي يذوقها راح يطلبها مرة ثانية. وإذا جربتوها قولوا لي رأيكم في التعليقات، وما تنسوش الاشتراك باش توصلكم وصفات جديدة بكل مرة. ونشوفكم في فيديو جديد إن شاء الله. سلام.